دمرتني بكل أمانة، يعني نفسيا وماليا وكل دمرتني. لكن إن شاء الله أنا يعني رجل وبشد حالي، يعني ما في مشكلة. أنا والله الهدف من التصوير هذا إنه الناس تأخذ حذرها. أول حاجة إن كان هنا ولا في عندنا تأخذ حذرها. خارج المغرب هي ممكن، هي في مع يعني في التحقيقات الآن ممكن، لكن مهما كان فين محل ما تروح يعني قواتنا ما شاء الله القانون فوق الجميع، كان في السعودية ولا هنا حتيجي وإن شاء الله تعاقب على التهديد، تعاقب على السب، تعاقب على القذف، تعاقب إن شاء الله على الأموال اللي شالتها وين صرفتها، والوقت هذا اللي كله الأموال دي اللي قاعد تصرف فيها، ويمكن الشخص اللي معاها كمان مثلها الآن الله أعلم يعني. أنا بحاول بس إسراع عملية، محاولة يعني أطالب من الأمن إسراع عملية القبض عليها. عائلتها كاملة تهجموا علي، وأنا كنت فقط بس براقبها عشان لا تهرب، وأعطي المعلومات للأمن، مساعدة للأمن فقط لا غير. أهلي الآن كلهم يقولوا أنت يعني يا أخي أنا سبت أطفال صغار، يا أخي سبت أطفال صغار، يا أخي كنت أبكي قدامها عليهم في السعودية قبلها، وهي شاتتني كذا، ما عندها رحمة ولا عندها قلب ولا عندها شيء. والدتي ست كبيرة قالت لها ولدي أمانة عندك أسألك في يوم القيامة. قالت لها يا أمي كيف رجل ساب أطفال يا أخي، كيف أنا بعقلي ولا صاحي ولا؟ أنا لا رحت لشيخ ولا شيء، أنا ماسك كتاب الله، ماسك حبال الله والدعاء وبالأمن. الآن أنا أتمنى إن شاء الله إنه صوتي يوصل للجهات ويكملوا على ما هم مكملين فيه، ويتم القبض عليها في أسرع